السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى معانا فيديو حلو قوي هيعجبكم واتمنى ان انتوا تستفادوا بيه يعني. دلوقتي انا عجنه الاسبونج، ما رضيتش بقى اصور عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي معاكم. اللهم صل على النبي. الاسبونج ده انا عجناه في حله مقاس 20 باربع بيضات، 4 بيضات وكوبايتين دقيق، معلقه محسن حلوه مليانه كبيره، ومعلقه بيكنج باودر برضو كبيره، ونص ميه متلجه، نص كوبايه ميه متلجه، والبيض لازم أن يكون متلج. وحطيت اللهم صل على النبي كوبايه سكر. دي المقادير. شايفين بقى الاسبونج ده الواحد من ده بيطلع لي 3 من التورته. بيطلع لي الاسبونج اللي انا بعجنه في الحله مقاس 20 بيطلع لي 3 من التورته. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ الارتفاع بتاعه حلو والاسبونج طري خالص. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده ما شاء الله. هقول لكم بقى تاني. 4 بيضات انا بحطهم في التلاجة قبل ما اشتغل بيهم، والله مصلي على النبي كوبايتين دقيق، ومعلقه محسن جل كبيره ساقعه، ونص كوبايه ميه متلجه، ومعلقه كاكاو لو انت هتعمليه بالكاكاو، او معلقتين حسب ما انت عاوزه الاسبونج غامق، معلقه بيكنج باودر، ومعلقه صغيره خل. يعني انا مش عاوزه انسى حاجه بصراحه، يعني انا عاوزه يعني اقول كل حاجه في الفيديو عشان محدش يقول ان انتي مخبيه حاجه. فده الاسبونج اللي انا هشتغل بيه النهارده. هعمل منه 7 من التورته، يعني هطلع من كل واحده 6 طبقات، وهطلع من الصاج. انا ببقى عاجنه الصاج طبعا عشان بطلع مع التورتيه علبتين هديه كده بيبقى في البوكس، فهعمل 7، فدول هيطلعوا لي 6 زي ما انتوا شايفين كده. كل واحده من دي هتطلع معايا 6 طبقات. انا بقشر بقى لو في حاجه ناشفه، وبسم الله ما شاء الله يعني حلوه قوي، مش ناشف ولا اي حاجه. بس كنت اشتغلت فيه بقى بعد ما سويته، اشتغلت فيه على طول، سبته ساعة كده هدي، وبعد كده اشتغلت فيه. هو لازم أن يقعد يعني يبات، او على الاقل 3 4 ساعات. فكان طري معايا خالص ومش مستحمل ان انا اقطعه بالمنشار. انا بقطع الطبقة دي بالمنشار على رقم 9. كل طبقتين بطلعهم تورتاية طبعا عشان السعر بتاعها رخيص وكده. انا بطلع التورتاية من دي ب100 جنيه ومعاها علبتين. تورتايه كده زي ما انا حطيت طبقتين زي ما انتوا شايفين كده، دي تورتايه. انا بعملها طبقتين 2، والناس بتبقى مبسوطه بيها قوي ان هي ب100 جنيه ومعاها علبتين. كنت الاول بعملها ب4 علب، بس لقيت طبعا مجهود عليا جامد، لان انا بطلع 6 7 8، ف 8 من التورته يعني. فلقيت ان العلب بتخسر معايا، فبقيت اطلع علبتين وتورتايه ب100 جنيه. مكسبها حلوة قوي وربنا بيراضيني اخر اليوم وكده. خلاص يا جماعة، اي حاجة انا ناسياها هقولها لكم في فيديو تاني يعني. شايفين بقى الاسبونج مش مستحمل عشان لسه ما خدش راحته وكده. فانا كنت مستعجلة طبعا، كان الناس طالبة شغل مني وكده، فانا قطعته على طول، سيبته بس برد وقطعته. هقطع بقى الاسبونج اللي هو نص ونص. انا عاملة واحدة نص ونص زي ما انتوا شايفين كده، وواحدة شوكولاتة. دي كانت مطلعاها قبل ديت، فكانت هادية شوية وما اتهرتش مني زي اللي هي الشوكولاتة. شايفين بقى الاسبونج ما شاء الله طري وحلوة قوي، بسم الله ما شاء الله. النتيجة بتاعته حلوة، وزي ما قلت لكم الاسبونج بيطلع لي 3 تورتيات. كل تورتايه بطلعها طبقتين. هقول لكم برضو المقادير تاني عشان لو انا ناسيه حاجه. 4 كوبايات، 4 بيضات. دايما ناسيه كده والله. 4 بيضات خارجين من التلاجة. اللهم صل على النبي. كوبايه سكر، وكوبايتين دقيق، ومعلقه محسن جل كبيره، ونص كوبايه ميه متلجه، ومعلقه بيكنج باودر، ومعلقه خل صغيره، ومعلقه نشا كبيره. كنت ناسيه النشا. معلقه نشا كبيره بتحطيها برضو في المقادير. طبعا انا بعد ما قطعت الاسبونج كده لازم أنا اغطيه، لان اول ما الهوا بيشوفه بينشف، فانتي ما تسيبوهوش تركنيه وتسيبيه كده من غير غطا. انا غطيته، وما بعوز حاجه بشيل الكيس وباخد منه كده. الطبقه دي بقى اللي قلتلكوا هعمل 7 من التورته، دي من الصاج. انا بعجن صاج عشان العلب زي ما قلت لكم. انا بطلع البوكس ب100 جنيه فيه تورتايه وعلبتين، فلازم بعجن صاج جنب التورته بتاعتي. اول تورتايه هعملها بقى اللي هي نص ونص. ضربت الكريمه
كوباية كريمة على كوباية ونص مية ونص كوباية سكر، مية برضو متلجة، ومعلقة كريمة باستر او معلقتين. حطيت صوص مانجا كده. حبيت ان انا ازوق بقى معاكم التورته النهارده، بس ما عجنتهاش، بس انا قلت لكم على المقادير بالظبط. واعذروني بقى لو في حاجه بنساها او ان انا بقعد افتكر كده شويه، لاني والله غصب عني يعني بنسى وكده. حطيت بقى نص شوكولاته وهعمل التانية نصها ابيض. انا بحب اشتغل يا التورتيه بيضه يا التورتيه شوكولاته، نص ونص دي بتتعبني شويه في الشغل وبتاخد معايا وقت، ما بحبش اعملها رغم هي مطلوبه مني على طول، يعني على طول بتطلب اكتر من البيضه ومن الشوكولاته. المهم انا حطيت طبقتين زي ما انتوا شايفين اهو، وبجلس بقى كده. البتاع دي الفيزا دي بحب اجلس بها قوي، بحس ان هي بتساوي معايا التورته. شرشرت بقى التورتيه كده، هحاول بقى اسويها على قد ما اقدر. بحط السكرابل في ميه سخنه وانشفه كده بمنديل عشان يسوي معايا كويس. ده مشروع حلو والله يا جماعه، يعني ربنا اكرمني بيه وكده. حطيت شغلي على جروب في البلد اللي انا فيه، فربنا كرمني وبطلع شغل حلو قوي كل يوم. ايه يعني ما تغليش الحاجة ويطلع لك فيها مكسب بسيط، بس تشتغلي كل يوم فربنا بيبارك في القرش القليل. فعشان تبيعي كل يوم بتشتغلي يعني ما تخليش الحاجة غالية. فانا بطلع البوكس ب100 جنيه معاه علبتين وتورتيه مقاس 20 حلوة قوي، مقاسها حلوة قوي. وكل يوم بطلع شغل زي ما انتوا شايفين كده، كل يوم بطلع شغل كده، يعني بطلع كل يوم 10 6 7 حسب تساهيل ربنا. حطيت بقى جيلي ومانجا وحطيت صوص شوكولاته. ركنت بقى انا بزوق كده وما بزوقش يعني التورتيه كلها، انا بزوق من الجناب كده، بحط الدربات وبعد كده احطها في التلاجة. هخلصها كلها عشان الكريمه ما تقطعش مني، لان الكريمه لما بتقعد شويه بتقطع. وبعد كده نرجع نزوقها تاني بقى ايه، تزوقه اللي هي الاخيره مع بعض كده. انا عملت بقى اللي هي نص ونص، هعمل بقى اللي هي بالشوكولاته اهي. طبعا انا مش بشتغل لوحدي، يعني بيبقى معايا حد بيساعدني وكده، يعني بيناول لي حاجه، بيعبي لي العلب. فيعني لو انتي هتفتحي المشروع بتاعك وربنا كرمك بيبقى حد معاكي، يعني عشان بيبقى ضغط شغل عليك. فانا بحاول ان انا اليومين دول اصور فيديوهات وكده عشان انتوا تستفادوا، عشان انا بقالي كتير مش بنزل فيديوهات على القناه عندي، فكانت واقفه خالص وما كانش عليها مشاهدات. ولو عجبكم بقى الفيديوهات بتاعتي ما تنسونيش بقى باللايك بالله عليكم. دي طبقتين حجمها بيبقى حلو قوي والناس بتتبسط بيها، يعني العميل لما بياخدها بيبقى مبسوط بيها وبيقول ان هي حلوة، يعني هي شغالة اكتر من الكبيرة. ممكن اعمل واحدة ولا 2 في الاسبوع كبيرة، لكن دي بسم الله ما شاء الله يوم ما بشتغلش بطلع 4 ولا حاجة. دي هعملها بقى بشكل عشوائي كده، هتبقى كلها شوكولاتة اهي زي ما انتوا شايفين. فزي ما قلت لكم الحاجه ما تبقى سعرها حلو على قد ظروف الناس وكده، فالناس بتاخد الحاجه وبتبقى مبسوطه بيها. ب100 جنيه بس حلوه، وممكن لو هي مش قادره تعمل مثلا لبنتها مناسبه او لابنها، فال100 جنيه حلوه، يعني هتقدر تجيب لها تورتيه ب100 جنيه ومعاها كمان علبتين، فبتبقى مبسوطه بيها قوي. وبتطلب مني ساعات ببيع بالاتنين والتلاته كمان، يعني بتبقى واحده لعميل واحد بياخد 3 او 2 او 4. انا كده عملتهم معاكم كلهم اهم. انا يعني مش عاوزه اطول الفيديو، انا على قد ما اقدر سرحته كده وقلت اعمل معاكم بقى الشغل ده النهارده. كانت الدنيا فايقه عندي وكده، فحبيت ان انا اصور معاكم بقى الفيديو ده وانا بشكل التورتيات بتاعتي اللي انا ايه هخرجها. حطيت بقى دربات هنا شوكولاته، بمسح. اهم حاجه تمسحي القاعده، مهم اوي ان انت تمسحي القاعده. اللهم صل على النبي. اقول لكم بقى اخر مره على المقادير تاني يا جماعه، عشان اللي بيسالني وبيقول لي لما انا قلت على الفيديو الاتنين البيضه كوبايه ونص دقيق، لا مش كتير، كوبايه ونص مع الاتنين بيضه مش كتير. اهم حاجه بس يكون حجم البيضه حلو مش صغير. بتسيبي التسويه قد ايه؟ حد برضو سالني قال لي انت بتسيبي التسويه الاسبونش قد ايه؟ حسب ما الاسبونش بيستوي، ساعات 40 دقيقه، ساعات 45، ساعات اكتر، فحسب الاسبونش معاك وحسب الفرن. انت تظبطي الفرن على 180
وكل شويه بقى ايه بعد 30 دقيقه كده تفتحي عليه وبالخله كده وتشوفيه استوى ولا لا. لو لقيت الخله لسه فيها عجين يبقى لسه ما استويش. دي اول تورتيه بقى زوقتها كده نص ونص. كانت تزوقها رقيق قوي وجميله ما شاء الله اهي. كنت عملت واحده بقى ملحقتش اصورها خرجتها، يعني كان في واحده اللي هي السبعة دي كانت صاحبتها مستعجله عليها فملحقتش ان انا اصورها معاكم، كانت نص ونص زي دي كده فخرجتها يعني ما تصورتش في الفيديو. حطيت كده كريسبيات هي مش بني مش عارفه لونها ايه بصراحه. هنا بقى التانية هي كل واحده لها تشكيل شكل كده. مفيش حاجه طبعا في دماغي، انا بشكل كده ايه على طول كده عشوائي، يعني انا مش حاطه حاجه في دماغي بصراحه. هقول لكم بقى على المقادير التانية عشان قبل ما انسى. المقادير بيطلعوا معايا تلاتة من التورته، 4 بيضات، كوبايتين دقيق، كوباية سكر، نص كوباية مياه متلجة، معلقة بيكنج باودر كبيرة، معلقة محسن جل كبيرة، اللهم صل على النبي، معلقة خل صغيرة. تضربي ده كله في المضرب اقل من 10 دقايق. بعد كده بتسويهم على درجة حرارة 180 بيقعدوا 40 دقيقة في حلة مقاس 20. انا بخبز في حلة مقاس 20. لو خبزت حلتين بيطلعولي 6 من التورته. كل تورتايه باخد منها طبقتين، كل تورتايه باخد طبقتين للتورته. مشروع حلو اوي ومربح وربنا بيرزقك بتبقي راضيه اخر اليوم وكده. دي التورتايه التانية هي. هنعمل بقى اللي هي بالشوكولاته. حطيت لها كريسب ابيض كده، وحطيت لها برضو الكريسب اللي هو مش بني، هو مش عارفه لونه نبيتي حاجه زي كده. عملت دي بقى كده 4/4. هحط بقى 2 شوكولاته و2 كراميل، صوص كراميل اهوت ما شاء الله. تزيينهم كله رقيق وما بياخدوش وقت معايا ولا اي حاجه. حطيت كريسبي برضو كده ابيض واللون اللي انا بقولكوا عليه. دي التورتيه دي بقى حطيتها كلها شوكولاته كده، واحط عليها روزيتات كده من فوق زي الورد كده. المفروض كانت مطلوبه بالكريز بس انا طبعا ما كانش عندي كريز فحطيت بقى كريسبي وخلاص. هي شكلها بالظبط بس بدل الكريز حطيت كريسبيات. ده كان شغلي النهاردة يا جماعة. ربنا يا رب يرزق كل واحد وربنا يعين كل واحد على عيشته. وزي ما قلتلكم بلاش تغلوا الحاجة، يعني حسب الجو اللي انتوا فيه وربنا هيكرمكم. دي اخر واحدة معايا هي كانت طالباها بالبسكويت، طبعا ده مش بسكويت اللهم صل على النبي لوتس، ده شبيه كده ليه فحطيته وخلاص. كانت دي اخر واحدة مطلوبة مني يعني وكده. يعني اللهم صل على النبي لو عندك 8 بيضات هتفتحي مشروع حلو اوي. نص كيلو كريمة هتفتحي مشروع حلو اوي. انا بجيب الكريمة ب160 في المكان اللي انا فيه. بجيب الكريمة المتحدة ب160. بجيبها يعني من مكان جملة وكده. ده كان شغلي بقى النهاردة يا جماعة، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا بأي حاجة. وان شاء الله بقى استنوني في فيديوهات جديدة. متنسونوش بقى باللايك يا جماعة وبدعوة حلوة كده. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يكون شغلي عجبكم ومع الف سلامة.